ما أعلق على أي شيء، على اللي يلبس، على أي شيء أشوفه بهذا الولد ما أعلق عليه. هذا معناته أنه أحترمه وأقدره. يعني من يوم يدخل هلا والله بوليدي، عليه لبس ما أعجبا، مقص ما أعجبتن، تغاضي. أبي الأساس، أنا الأساس هو الاحترام والتقدير يا بنات. الاحترام والتقدير هذا إذا كان شغال راح، وزيادة عليه في حب في حنان، إذا أنت كذا تكسبين الولد أو تكسبين البنت، وتقدرين هنا تتعاملين معهم. هنا خليني بقول لك إنه حتى نبرة صوتك إذا حسوا إنه أنت متضايقة بيتضايقون، فما بالك لو زعلتي أو أمرتيهم حتى بشيء. فعرفتوا هذه هي النقطة اللي كثير من الأمهات يعني ما تنتبه له، أو خلاص هي لأن من يوم وهم صغيرين تعتبر نفسها الأم ولها الأحقية بأنها تهاوش وأنه يعني تأمرهم، وأنه خلاص الولد هنا يعني على قولتهم فهمتي قصدي يا قلبي؟ فهمتي قصدي؟ يعني خلينا نرجع للأساس. الحين حنا لما نبي نجي نتغير، وش الشيء اللي على طول أقول لك علشان زينينه؟ إنه إيش؟ إنه ارفعي ثقتك بنفسك، ارفعي تقديرك لذاتك، صح؟ طيب حنا ليش فقدنا ثقتنا بأنفسنا وتقديرنا لذواتنا؟ ليش؟ كلنا أغلب الناس من كسر ثقتهم بأنفسهم ومن كسر تقديرهم لذواتهم. من إيش؟ ترى من أهم الناس اللي أول شيء كسروا، تخيلي إنهم الأم والأب. طبعا بطريقة لا إرادية، يعني مي بأمك وأبوك ناويين إنهم يكسرون ثقة بنفسك أو تقديرك لذاتك، من الحب المبالغ فيه، من الخوف المبالغ فيه يكسرون ثقة أطفالهم وتقديرهم لذواتهم. عرفتوا؟ يعني لما تجي الأم من كثر ما تخاف على ولدها مثلا، اسم الله عليه، يعني إنه تخاف يدخل النار، تخاف ما يصلي، تخاف ما يبتل لابس كذا، تخاف يبتل يقص شعره زي كذا، هي من خوفها على ولده تبدأ إيش؟ تهينه،